كتير مننا بيتعامل مع التأمين على السفر على إنه هامشي، لكن أنا جاية أنبهك إنك هتوفر على نفسك كتير قوي لو عملته. تخيل إنك سافرت وتعبت فجأة أو تعرضت لحادث لا قدر الله، تكاليف العلاج هتكون غالية جدا ويمكن ما تقدرش عليها. التأمين اللي أنت مش عايزه ده ببساطة هيغطي كل التكاليف وهيحميك من أي مشاكل مالية، لكن مش كل أنواع التأمين زي بعض. في اللي بيغطي تكاليف طبية بس، وفي اللي بيغطي إلغاء الرحلة أو ضياع الشنطة أو حتى المسؤولية المدنية لو حصل أي ضرر لشخص تاني. لازم تختار التأمين اللي يغطي كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها. طيب تختاره بناء على ايه؟ السعر طبعا مهم، لكن هو مش اهم حاجة. لازم توازن بين السعر والتغطيات اللي بتاخدها، ولازم تختار شركة تأمين معروفة وموثوق فيها وبتقدم خدمة عملاء كويسة. واسأل نفسك كام سؤال: انا رايح بلد ايه؟ اصل كل بلد ليها ظروفها الصحية، والتأمين المناسب لبلد ممكن ما يبقاش مناسب لبلد تانية. طيب انا هعمل ايه هناك؟ لازم تحدد انت هتعمل ايه علشان لو في مغامرات او حاجة تبقى عامل حسابها. اشتري التأمين قبل السفر بوقت كافي علشان يكون عندك وقت تقارن بين العروض، واحتفظ بنسخة من وثيقة التأمين، نسخة ورقية وإلكترونية تكون معاك أثناء السفر. واتصل بشركة التأمين قبل السفر علشان لو حصل أي طارئ تبقى عارف رقم تليفون تتصل بيه. وما تنساش تقرأ وتستفسر عن كل الشروط والأحكام قبل ما تشتري وثيقة التأمين. قولي بقى في الكومنتس إيه المواقف اللي تعرضت لها أثناء سفرك واحتجت فيها للتأمين.